السوشيال ميديا والصحافة كلها مقلوبة على اللاعب لاندري دياماتا، وفي مفاجآت بتقرب اللاعب ده من الانتقال من النادي الاهلي. هقولك عليها كده واحنا بنتكلم على اللاعب، وناس كتير صحفية قالت ان اللاعب فعلا بيقترب من النادي الاهلي، وكل الصحفيين اجمعوا ان اللاعب ده فعلا مميز ومن افضل المهاجمين اللي اتعرضوا على النادي الاهلي حتى الان. وانا وكذا صانع محتوى برضو قلنا نفس الكلام ده، وانا شخصيا من اكتر الناس اللي مقتنعة باللاعب. بس الغريب بقى ان في ناس بتقول ان ديماتا لاعب عادي واهدافه كلها عادية، وده اهو كلام الناس اللي بتقول كده. بس طبعا على عكس ناس تانية بتقول انه من افضل المهاجمين اللي ترشحوا للنادي الاهلي، ويكاد يكون هو افضل من جاكسون موليكا. حتى انا نزلت استطلاع على القناة بسأل الناس المهاجم ده سوبر ولا عادي، ودي كانت النتيجة. طب لو انت مش مقتنع باللاعب ده فتعالى اقولك كده شوية معلومات عنه لأول مرة هتسمعها وما قلتهاش في الفيديو اللي عملته عن اللاعب قبل كده، وهقولك ازاي الاهلي يتعاقد مع اللاعب ده وايه الحاجات اللي بتقرب اللاعب من النادي الاهلي. مبدئيا كده اللاعب ده زي ما قلتلك في الفيديو اللي فات انه في اول مواسمه وهو لسه عنده 20 سنة عمل اداء عالمي، وساهم ب 18 هدف خلال 34 مباراة في الدوري البلجيكي. الدوري فعلا عندهم هناك صعب، واللي فيه فرق هناك بتشارك في دوري ابطال اوروبا والدوري الاوروبي، فاكيد دوري صعب. طب تعرف ان اللاعب ده كانت قيمته التسويقية 500 الف يورو بس في اول موسم ليه، وبعد اول موسم ليه والاداء العالمي اللي عمله قيمته ارتفعت ل 6 مليون ونص يورو. انت متخيل الرقم؟ اللاعب طالع بسرعة الصاروخ. طب خد الكبيرة بقى، ان بعد الموسم ده نادي فلفسبورج الالماني اشتراه من نادي استندا البلجيكي ب 11 مليون ونص يورو. بس اللاعب ما تأقلمش مع النادي الالماني وطلعوه اعارة تاني لبلجيكا، بس المرة دي لكبير بلجيكا وهو نادي اندرلخت، واللاعب بيرجع تاني وبيتألق معاهم وساهم ب 17 هدف خلال 24 مباراة، ودي طبعا حاجة كبيرة قوي. وبعدين طبعا اللاعب عجب نادي اندرلخت وقرروا بقى ان هو يدفعوا فيه 5 مليون يورو ويشتروه زائد 500 الف يورو قيمة الاعارة. وبعدها اللاعب عجب نادي اسبانيول الاسباني وخدوه اعارة من نادي اندرلخت، وبرضه قرروا يشتروه، بس المرة دي اشتروه من اندرلخت ب 2 مليون و200 الف يورو. واللاعب برضه ما تأقلمش مع النادي الاسباني وطلعوه اعارة النادي هولندي، واللاعب بيتألق في هولندا وبيساهم ب 12 هدف خلال 32 مباراة، ودي حاجة كويسة طبعا بالنسبة لواحد بيلعب في الدوري الهولندي. يعني اللاعب جايلك فورمة كويسة. يعني انت هتشتري لاعب قيمته التسويقية وصلت في وقت من الاوقات ل 11 مليون ونص يورو، وانا مش بقولك ان اللاعب بطل كورة او مستواه نزل، لا عادي، دي بتحصل لكل اللعيبة. وزي ما قلت لك رمضان صبحي لما كان مع النادي الاهلي وراح ستوك سيتي وصلت قيمته التسويقية ل 7 مليون يورو، ولما رجع تاني مصر قيمته نزلت ل 3 مليون يورو. وده مش معناه ان رمضان خلاص بطل كورة ومش بيأدي، لا اللاعب لسه مؤثر مع فريقه بس بينافس في دوريات ضعيفة شوية فالقيمة بتنزل. واللاعب هنا قيمته نزلت بسبب ان نادي اسبانيولي الاسباني بقى يلعب في الدرجة التانية، بس اللاعب ده لقطة بكل المقاييس. طب تعال اقول لك كده كذا حاجة. ديماتا لعب في كل المراحل السنية لمنتخب بلجيكا وسجل معاهم، يعني لعب في منتخب بلجيكا تحت 17 سنة ولعب معاهم 4 مباريات، سجل هدف وما صنعش اي هدف. وكمان لعب مع منتخب 18 سنة ولعب معاهم مباراتين، سجل هدفين وما صنعش اي هدف. انا عاوزك بس تاخد بالك من حاجة، ان اللاعب كل ما بيطلع لمرحلة سنية اكبر مستواه بيتطور اكتر وارقامه كمان بتتحسن. ولعب مع منتخب بلجيكا تحت 19 سنة ولعب معاهم 13 مباراة، سجل 9 اهداف وما صنعش اي هدف. ولعب لمنتخب بلجيكا تحت 21 سنة ولعب معاهم 12 مباراة، سجل 7 اهداف وصنع 3. ديماتا لعب طول حياته مع الفرق 166 مباراة، قدر اللي هو يسجل 44 هدف ويصنع 14 هدف، يعني يساهم ب 58 هدف طول حياته. طيب الاهلي ازاي يجيب اللاعب ده وايه الحاجات اللي بتقرب اللاعب ده من الانتقال للنادي الاهلي؟ مبدئيا كده اللاعب ده فشل مع نادي اسبانيول والنادي عاوز يخرجه. اسبانيول طلعوا اعاره الموسم اللي فات لنادي هولندي، واللاعب عمل معاهم موسم كويس ورجع، بس الاداره شايفه ان هو مش مناسب ليهم وعاوزين يبيعوه تاني. يعني اول حاجه ان فعلا الاداره عاوزه تبيع اللاعب، وكمان ديماتا نفسه عاوز يمشي. يعني مش بقول لك بقى الاهلي مثلا يقنع النادي واللاعب ان هو يجي، لا ده اللاعب نفسه عاوز يمشي. طيب دي اول حاجه تخلي اللاعب قريب من الانتقال للنادي الاهلي. تاني حاجه بقى ان نادي اسبانيول اشترى اللاعب ده بقيمه صغيره خالص وهي 2 مليون و200 الف يورو. هتقول لي مش فاهم الفكره. هقول لك ان لو كان مثلا نادي اسبانيول اشتراه بمبلغ كبير وبعدين اللاعب ما اقنعهمش، كانت اداره اسبانيول مش هتوافق انها تبيع اللاعب الا بنفس الرقم اللي هم اشتروه بيه. نفس
نفس الكلام اللي حصل مع جاكسون موليكا بالظبط. بشكتاش اشترى موليكا بسعر كبير فاللاعب فشل معاهم، فطبعا هم عاوزين يخرجوا اللاعب بس عاوزين يخرجوه بمبلغ كبير علشان طبعا يعوضوا الخساره. اما هنا بقى نادي اسبانيول ما اشتراش اصلا اللاعب بمبلغ كبير، هو اشتراه ب 2 مليون 200 الف يورو. يعني النادي الاهلي لو عرض 2 مليون يورو الاداره هتوافق عادي. تالت حاجه بقى تخلي اللاعب ده يجي النادي الاهلي، وهي ان الاهلي بيشارك في كاس العالم للانديه. وعلى فكره اي لاعب بيبقى عاوز يشارك في بطوله زي دي لانها بطوله عالميه كل العالم بيشوفها. واللي خلى بيرسي تاو يسيب الدوري الانجليزي ويجي الاهلي هي ان الاهلي بيشارك في كاس العالم للانديه، وطبعا قيمه وعظمه النادي الاهلي وانه النادي الاول في افريقيا والشرق الاوسط. فكل دي عوامل تخلي اللاعب يجي النادي الاهلي. انا شايف ان اللاعب ده من احسن وافضل المهاجمين فعلا اللي اتعرضوا على النادي الاهلي. يعني لو سالتني مين الثلاثه اللي تتمنى الاهلي يتعاقد مع حد منهم هقول لك جاكسون موليكا واكور ادمز وطبعا ديماتا. انا بتكلم طبعا على اللعيبه اللي فعلا اتعرضوا على النادي الاهلي. اما عموما انا برضو اتمنى الاهلي يتعاقد مع ماتيوس بيكسوتو، مهاجم طبعا زي ما الكتاب بيقول، وده انا مرشحه للنادي الاهلي بس مش معروض على النادي الاهلي. وده كان فيديو كده بسيط. اتمنى لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الاشعارات علشان يوصلك فيديوهاتنا. واخيرا بقى اهم حاجه ما تنساش تصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام وتوحد الله. اشوفكم على خير. سلام. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.